كلنا عارفين بان لونجلي مهمه الا بغينا نخدمو او نتعلمو اونلاين، خصوصا في الفريلانسينغ. ولكن اين لونجلي بالضبط اللي خصنا نتعلمو؟ واش لونجلي اللي كنلقاوها مثلا في المقررات في المدرسه، او لا لونجلي اللي كنلقاوها في لي سونتر؟ That's why we have to learn smart. على داكشي خاصنا نتعلمو بطريقه ذكيه. مثلا في الفيديو غادي نشرحوا اهم الكلمات اللي خاصك تكون عارفها الا بغيتي تخدم اونلاين، خصوصا في الفريلانسينغ. In this video, we will see 7 terms. These are real words clients use. You must know them if you want to work online. غادي نشرحوا كل كلمة بوحدها وغنعطيو examples in English وغادي نعاونوا بالدارجة باش كلشي يفهم. Start of the job. Brief instructions. Onboarding. Word 1. Brief. A brief is a short, concise summary of the project. الكلمة ديال brief كتعني واحد الملخص صغير على البروجيكت. مثلا الكلاينت يقول لك I will give you a brief، عرفوا راه ما يقولش لك البروجيكت كامل، غيقول لك غير الخلاصة ديال البروجيكت. نشوفوا example. I need a logo for a coffee shop. Minimalist style using brown and green colors. Deliver in 7 days. إلا لاحظتوا هنايا I need a logo for a coffee shop. عطيني الجول، بغا واحد اللوغو ديال كوفي شوب. مينيماليست ستايل يعني باسلوب بسيط. using brown and green colors. deliver in 7 days. وهنا قال لك deadline. it highlights هاد الخلاصه كيبين فيها key requirements يعني المتطلبات ديال داك البروجيكت، بحال deliverables, goals and deadlines. deliverables غنشوفوها في الفيديو. goals مثلا الاهداف ديال البروجيكت، و deadlines often used in initial discussions to give freelancers a quick overview. البريف هو اللي تيخليك انك تعرف الصوره العامه على ديك الخدمه اللي باغي منك الكلاينت. كاين بزاف ديال الفريلانسرز اللي تيكون عندهم سكيلز طالعين واعرين، ولكن حيت ما تيكونش عارف لونجلي تيضيع عليه بزاف ديال opportunities. word 2. instructions. step by step directions the client gives you. مثلا client قال لك I will give you instructions يعني غيعطيك التعليمات اللي خصك تتبع. example client message، مثلا غيصيفط لك مسج شنو غيقول لك please follow the instructions in the Google Doc. مثلا غتلقى design a logo in vector format. use brown الرقم ديال الكالر بالضبط، يعني هاد الباليت راه هي اللي تيخدم بها في البراند ديالو، ما خصكش دير شي كالر واحد اخر. drafts must be approved before the deadline يعني خاصك توري ديك النسخه النهائيه ديال البروجيكت باش يوافق عليها هو قبل الديدلاين. فين غتلقى التعليمات؟ كتلقاهم مثلا in job posts في عروض العمل، كتلقاهم in contracts in Google Docs or during onboarding. onboarding كلمه مهمه وغنشوفوها في هذا الفيديو. هاد الانستراكشنز كيكونوا باش انت تعرف شنو دير خطوه بخطوه وما يوقع حتى شي غلط. onboarding. The welcome process at the start of a project. onboarding هو داك التوجيه اللي تيكون في البدايه ديال الخدمه. يقدر يديروا الفريلانسر كيدير واحد الويلكم وكيسول فيه على الديتيلز اللي غيكونوا في البروجيكت، يعني الفريلانسر كيساهم في بناء ديال داك البروسيس اللي هو onboarding. الفريلانسر تيدير واحد الكويستشنز اسئله باش يعرف البروسيس ديال الخدمه مع الكلاينت كي داير، او لا كيديروا الكلاينت. a client might give you logins like Trello or Google Drive. مثلا ممكن يعطيك الكلاينت تولز كيفهمك كيفاش تخدم معاه، كيدخلك معاه في البروسيس ديال الخدمه ديالو هو، يعني حتى داك البروجيكت اللي كتكون انت خدام عليه مع داك الكلاينت كيكون غادي مع البروسيس ديال الخدمه ديال الكلاينت. or hope on a quick onboarding call to explain everything. او لا كيتصل بك يعطي لك توجيهات مباشره وكيفهمك كيفاش تخدم معاه. example client message. let's do a short onboarding call before you start. I'll share the brand guide and Trello access. What clients often give during onboarding. شنو تيعطيك الكلاينت؟ كما قلنا logins، ممكن يعطيك access to Trello or Google Drive، او لا brand guide or template. team contact info كيعطيك contact info باش تواصل مع التيم ديالو او لا معه هو. small zoom call or intro video، او لا دير معه واحد zoom call باش يشرح لك، او لا intro video فيه دوك التوجيهات. الا كانت لونجلي هي اللي كتحبسك انك ديفلوبي سكيلز ديالك او ديفلوبي الخدمه ديالك اونلاين، ما تنساش دير سبسكرايب. work details. word 4. experience level. how skilled the freelancer should be. beginner, intermediate or expert. experience level واش كلاينت باغي beginner, intermediate ولا pro freelancer. هذه كتلقاها في job posts. اللي ما عرفش شنو هو job post، فيديوز اللي دازو شرحناه بالتفصيل. example experience level intermediate. we need an editor with 1-3 years of experience. او لا ممكن الكلاينت يقول looking for a skilled beginner or only experts please. ديما شوف experience level اللي مطلوبه في job post. word 5. deliverables. the final results you must send to the client when the job is finished.
deliverables هي ديك النتيجه ديال الخدمه ديالك، مثلا فيديو، ديزاين، PDF، captions. ما خصناش نخلطوا بين هاد الفوكابولري. deliverables كتعني final results. project الخدمه كلها build a website، هذه الخدمه كلها project. Example, client message, deliverables 3 edited reels, 1 caption for each video in a Google Doc. واخا هما results كتسول عليهم الكلاينت قبل ما تبدا. مثلا ممكن تسولو what are the deliverables. This avoids mistakes وكيخليك تعرف شنو غتصيفط بالضبط في الاخر. deliverables final files اللي خاصك تصيفط للكلاينت. milestone, one step or stage in a bigger project. Each step has its own deadline or payment. كيكون البروجيكت مقسم للبارتس، كل بارت كيديرها لك الكلاينت كمايلستون. Example, client message, milestone 1, write the script. Milestone 2, record the voice over. Milestone 3, send the final video. الفوكابولري خاصك تكون عارفهم باش اي كلاينت يقول لك اي حاجه تعرفوا شنو كيقصد. Clients use milestones in fixed price projects. Each one gets approved then paid. كلاينتس كيستعملوا هاد المايلستونز ملي تيكونوا واحد البروجيكت فيكست برايس. ملي كتكون خدام واحد البروجيكت كتكون عارف الخلاص ديالو كامل، ولكن هو كيقسموا لك مثلا على 3 وكيدير لك 3 ديال المايلستونز. كون كتسالي واحد كتخلص. payment terms in freelancing. word 7, upfront payment. You get part of the money before you start working. هنا كلاينت كيعطيك واحد البارت من الخلاص ديال البروجيكت كامل اللي غادي تخدم عليه. Example, client, do you accept upfront payment? You, yes, 50% upfront to start. Most freelancers ask for 30% to 50% upfront, especially with new clients. Quick recap. Let's review the 7 words you learned today. Brief summary of the job. شنو بغا الكلاينت باختصار. Instructions, steps you must follow. تعليمات دقيقة اللي خاصك تتبعهم. Onboarding, the welcome start process. هو داك البروسيس اللي تيبدا به الكلاينت تيعرفك على الخدمة. Experience level, beginner, intermediate, expert. واش الكلاينت بغا شي واحد pro ولا beginner ولا intermediate. Deliverables, final results you must send. هما دوك الفايلز اللي غتصيفط للكلاينت في الاخر. Milestones, one part of the full project. project مقسم للبارتس، كل بارت كتعني milestone. Upfront payment, money before work. واحد المقدار ديال الخلاص تعطيه لك الكلاينت قبل ما تخدم. These are real client words. You must understand them to freelance online. ما تنساش دير سبسكرايب حيت next videos غادي يعاونوك بزاف.